فعلا يا شباب، الفيديو الجاي هو الرد على الاسئله، احنا ما بنردش، احنا بس ردنا على السؤال ده لان السؤال مستعجل شويه الاستاذ اسلام كان محتاجه. لكن إن كله يكتب كومنتاته، باذن الله فيديو طويل هيكون رد على الاسئله. لو حصلت معاك كده وغيرت ألسعات المساعدين وفي ألسي محدد كده بعينه، الألسي المساعد ده دايما يضرب، بتغير بتلاقي في واحد كده مثلا الشمال مثلا او اليمين كده هو اللي عمال يبوظ والتاني ما يبص ما يحصلش فيها حاجه. ففي حد كان الاستاذ اسلام رمضان بيقول انا رحت الميكانيكا حصل كذا كذا، فالميكانيكا قال لي ان المساعد متخربش فانت محتاج تغير المساعد ده. اصلا هو الراجل بيقول انا مش مصدق الميكانيكي، يعني المساعد بايظ فعلا، يعني قصه ألسي وراح غير مساعد كامل عشان ألسي، الكلام ده صحيح؟ يا استاذ اسلام رمضان الكلام ده صحيح، يعني لما تلاقي ألسي واحد بس خليك بس تتاكد، يعني خليك عارف ان الألسي ده بيبوظ على طول، بيبوظ على طول، بيضرب زيت على طول، بتبقى في مشكله فعلا في المساعد. واحيانا كمان ازيدك مش عارف ان في ساعات في مساعد بيبقى جاي باظ اصلا من المصنع، في ساعات بتحصل يعني مش باظ متخربش، لا في لوحه بتاع كده. يعني هو القصه كلها برضو زي ما الميكانيكي قال لك، الميكانيكي صح، انت عارف ان بقياتش الميكانيكيه بسهوله يعني، انما الحقيقه الراجل بيتكلم في حاجه صح. فالقصه يا استاذ اسلام مظبوط فعلا. وبرضه الاستاذ اسلام زكريا بيقول ان هو بينظف الجنزير بميه واريال وكده، وبيجيب زيت بيجيب زيت احادي 50 وبيحط عليه شحم وبيضربهم في بعضهم كده وبزيت الجنزير. العلبه دي مقفوله زي البوكسر مثلا، انا ما اعرفش نوع الموتوسيكل إيه، بس ده اللي انا فاهمه، يعني هي علبه مقفوله وخلاص. بيقول هو ده صح يعني، ولا ده صح كويس وكلام حلو وكلام عالي وكلام جميل يا محترم؟ طيب بالنسبة لموضوع بيقول هل الغسيل بمية واريال يضر؟ لا ما يضرش، انت طالما بتغسل وتمام التمام وبعد كده بتشحم عادي مفيش مشكله، انما لو سبتوش ممكن تصدي يعني، تمام تعمل صدى لو الموتوسيكل مركون، انما هو ما يضرش مبدئيا على نظام شغلنا، انا فاهم قصدك، لا ما يضرش في اي حاجه. وهل الغسيل ببنزين افضل ولا الميه؟ لا الاثنين شغالين مفيش مشكله، المهم في الاخر اصل احنا هدفك إيه في الاخر؟ انت هدفك في النهايه مش بتحط له بنزين ولا بتحط له ميه، انت هدفك في النهايه تنظف الجنزير. فاذا لما نضفته ببنزين شغال، نضفته بميه واريال شغال، في النهايه احنا عايزين ننضف الجنزير، وحضرتك كده نضفت الجنزير ومفيش ضرر من النظافه بالميه والاريال. الاستاذ احمد حسن سال سؤال عسل كده زيه، ازيك يا استاذ احمد؟ بيقول هندسه انت تعليمك ايه، مؤهلك ايه، وخبرتك من الموتوسيكلات ومعلوماتك حلوه ما شاء الله، جبتها منين؟ يعني هو الراجل ممكن يكون بيسال عايز يعرف يعني السكه ايه، وربما يحاول ياخد خبره عاليه او حاجه زي كده برضه. سؤالك عسل يا استاذ احمد، ده سؤال مهم يا رجاله على فكره. اولا يا رجاله، خبرتك مبدئيا، الخبره والقياده لمسافه طويله دي لها دور كبير، لان في حاجات مش هتاخدها غير بالخبره، الخبره والاداء العملي. بس خليك عارف فالخبره كان لها دور كبير معايا في الموضوع يا استاذ احمد. مبدئيا انا بس بقول لك مصدر المعرفه ايه، اولا الخبره موضوع طويل. خد بالك برضو ان الخبره لوحدها مش كفايه، يعني انت لو قعدت راكب موتوسيكلات 200 سنه في حاجات والغاز مش هتتحل من ركوبك الموتوسيكل نهائي، لازم تفهمها، لازم تدرسها، لازم تعرفها، لازم تقراها، تمام؟ مش هتعرفها نهائي. فالخبره بتديك حاجات عمرك ما هتاخدها غير من الخبره، انما في النهايه في حاجات عمرك ما هتاخدها من الخبره، ده نمره واحد. ففي النهايه في البدايه كان الخبره، بعد كده خدت دورتين هندسه ميكانيكا، وبعد كده دوره ثالثه وانا بعمل الفيديوهات. ودي هنا تقدر تقول كده الدايره بدات تتقفل بشكل كبير الحمد لله. بالاضافه كان شغلي فتره في الهيدروليك والنيوماتيك، ودول برضو فتره يعني، ودول برضو كان لهم دور كبير في الموضوع كله. بالاضافه للقراءه في المراجع الاجنبيه، خد بالك المراجع الاجنبيه دي فيها معلومات قاتله ما تجيبهاش محليا، يعني المتابعه مع المراجع الاجنبيه بيجيب. وبعض الفيديوهات الاجنبيه، مش اي فيديو اجنبي تفتحه تفكر ان في خبير بيتكلم ابدا، في ناس بص في حبيته في الاجانب اكتر من عندنا بالمناسبه يعني. لكن في بعض القنوات كده الحقيقه، بس هي مشكلتها انها بتتكلم اجنبي وبتاع، لازم تكون انت برضه عندك اللغه شويه كده، حتى لو لغه فوق المتوسطه مع الترجمه بتقدر تاخد المعلومه كامله، لكن لان الترجمه طبعا بتبقى ترجمه جوجل، فلو او ترجمه اليوتيوب ما بتبقاش كامله خالص، مش هتعرف تاخد معلومه كويسه، لان كمان انت عارف اليوتيوبر بيحاولوا يتكلموا بسرعه شويه. فبعض القنوات ده بالاضافه للمراجع، وخصوصا المراجع انا استفدت قريت كتير في مراجع عن الزيوت بالاخص يعني، تمام؟ ده كان تقدر تقول كده يا محترم الدايره اتقفلت بالنسبه لي بشكل كبير. لكن طبعا لازم نكون عارفين ان فوق كل ذي علم علم، مفيش حاجه اسمها واحد عارف كل حاجه، انسى الحكايه دي، انسى ان واحد عارف كل حاجه، لا بتفضل تتعلم لحد ما تموت. ممكن يجي لك واحد مبتدئ خالص يديك معلومه بتحصل، يلفت انتباهك لحاجه هو مبتدئ خالص جابها لك ببساطه كده، بس قابلته حاجه تبدا انت تركز تجمع معلومه تكتشف حاجه انت ما كنتش عارفها اصلا من واحد مبتدئ خالص، تمام؟ بالاضافه طبعا انا ليا كام واحد كده صديق عزيز، يعني صداقات قديمه على تواصل مع بعض باستمرار، دول مهندسين ميكانيكا وشغالين بتخصصهم. بتفرق الرجاله على فكره اللي دارس وشغال عن اللي دارس على الورق، بس بتفرق ان التجربه بتساعد زي ما قلنا.
فده طبعا لما بيحصل حاجه كده يعني حاجه مبرجله كده بتاع، بنبدا نتواصل مع بعض ونقعد بقى نتخانق مع بعض شويه لحد ما بنوصل لنتائج كويسه مع بعض باذن الله. وحاجه مهمه جدا في جمع معلومه على بعض الالتباسات اللي بتبقى حاصله، هي التواصل مع الشركات نفسها، الشركات حتى اللي بره، الشركات اللي هنا وهنا في الصين وهنا وهنا. التواصل من خلال الايميلات دي بيجمع معلومه صحيحه، والناس بتتواصل معاك وبترد عليك وبتفيدك بالمعلومات المطلوبه يعني. فالتواصل من خلال الشركات برضه يعتبر مصدر رئيس لجمع معلومه صحيحه. مؤهلي ايه؟ انا يا شباب معاه كليه خدمه اجتماعيه، تمام. خريج دفعه 2003، تمام. يعني انا اخصائي اجتماعي، ده المؤهل بتاعي، تمام. انا عندي قناه تانية لسه فاتحها جديده يا رجاله، بالتخصص بقى، تمام، اللي هو الاخصائي الاجتماعي، تمام. لسه فاتحها جديد يعني، لسه كده يا هادي، مضمونها حلو قوي. هسيبها لكم تحت في اول كومنت لو حابين تشوفوها ولا حاجه. مش انا ما بقولش لحد يشترك، انا ما بحبش كلمه تشترك والقصص دي، تمام. بس الحقيقه القناه مضمونها حلو ومفيد جدا، وهتحميك باذن الله، باذن الله، من كوارث وقع فيها عتاوله، تمام. وبالتخصص بقى يعني، بص جايبها لك من الاخر. هسيبها لكم تحت.